اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك واحدة بتنجانية وواحدة بطاطساية ومش عارفة تعملي بيهم ايه ومش عارفة تعملي اكل ايه، تعالي هاتيهم وتعالي هنقولك على اكلة خطيرة جدا. يعني من حلاوتها هتعمليها هتتنسف كده في ساعتها. بجد اكلة حلوة قوي ومحبشة وتفتح النفس ومغذية كمان ومشبعة، يعني كل المواصفات الحلوة هتلاقيها فيها. انا هنا كان عندي وحدتين صغيرين من البتنجان، او لو عندك واحدة كبيرة هتأدي الغرض. قطعتهم كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، وعطيتهم رشة من الملح ورشة من الدقيق. ليه بقى الدقيق؟ عشان خاطر البتنجان ما يشربش معايا زيت. فرشة كده من الملح يتملح مع البتنجان ورشة من الدقيق. وكان عندي واحدة برضو بطاطسية كده كبيرة، او لو اتنين صغيرين هقطعهم نفس النظام مكعبات، بس ما تخليش من مكعبات تكون تخينة قوي، يعني متكونش سميكة قوي عشان تستوي معانا لما نقليها. هشطف البطاطس وهروح بقى اقليها كده في الزيت. هقليها عادي قلي كامل، مش نص قلية ولا حاجة. بعد ما هقليها هروح اشيلها من الزيت واقلي مكانها البدنجان. بس الاكله دي متاخدش وقت خالص في تحضيرها، يعني عايزين كده نشكل في الاكلات كده الاقتصاديه تكون على قد ايدينا في ظل الظروف الصعبه والغلاء اللي احنا فيه ده، بس في نفس الوقت يكون الاكل برضو حلو، نقدمه بشكل حلو ويكون كمان طعمه حلو. هنا بقى انا عشان ما اطولش عليكم، بعد ما هطلع البطاطس يعني قليتها، هحط البتنجان اقليه. اثناء بقى وانا هنا بقلي البتنجان كده جنب مني، هنحضر بقى الخلطة الرهيبة بتاعتنا. معايا وحدتين اتنين من الطماطم، حبيتين كده من الطماطم وقطعتهم كده قطع صغيرة زي السلطة كده. ومعايا نص حزمة من البقدونس قطعتها برضو ناعم. وهنا ده قرن فلفل حامي بقى عشان نظبط كده الأكلة بتاعتنا. لو مش حباه ممكن تقطعي قرن فلفل رومي بارد. ومعايا بصلاية هنا وسط برضو هقطعها كده هو شرايح كده رفيعة. هنجهز يعني السلطة بتاعتنا عشان نكمل الأكلة بتاعتنا. بعد كده هديها عصير ليمونة، هعصر كده ليمونة على الخلطة الحلوة دي. هنتبلها بقى. ومعايا فصين من الثوم المفروم، فصين او 3 كده. ومعايا معلقتين كبار من الخل، رشة من الملح، رشة كمون ورشة كزبرة. بس مش هحط توابل تانية خالص. وهخلط بقى الخلطة الحلوة بالالوان الجميلة بتوابل الحلوة، مش قادرة اقول لكم على ريحتها وانا بقلبها كده، يعني عايزة تتاكل سلطة كده لوحدها. ريحة الثوم مع الخل والليمون والكمون فظيعة. بعد كده هنضيف بقى عليهم البطاطس والبتنجان بتوعنا اللي احنا قطعناه. هنا بنعمل سلطة بطاطس بالبتنجان بالبقدونس والبصل والطماطم، يعني رهيبة بجد. يعني مش هشكر فيها كتير غير لما انتوا تعملوها وتجربوها في نفسكم. هتنفع معاكم في اي وقت جنب اي اكل. يعني عايزه اقول لكم هي لوحدها كده حلوه قوي، يعني انا الولاد قعدوا يعملوها كده سندوتشات، طعمها حلو. ظبطي بقى الملح بتاعها. وبعد ما قلبناها كده في حاجة واسعة، سيبيها بقى 5 دقايق كده عشان تتشرب كلها من التوابل ومن الدقة الحلوة اللي احنا حاطينها، تتغلف بيها كده. سيبيها 5 دقايق، هتلاقيها احلى واحلى. تلاقي طعم الطماطم كده معاها حلو بالبصل بالبطاطس، ميكس كده حلو قوي. بتمنى فعلا تجربوها لانها فعلا تستاهل التجربة. في اي وقت هتنفع معاكي بجد. شايفين بس الالوان، كمية الالوان اللي فيها حاجة كده تفتح النفس. اكلة بسيطة، اكلة على قد ايدينا. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.